تخيل كده يا صديقي، أحيانا أعظم الاكتشافات ما بتحصلش بالصدفة، بل بتحصل بسبب غلطة بسيطة. في سنة 1974 في قرية بسيطة في الصين كان فلاحين بيحفروا بئر مية عادي جدا، ولا في بالهم تاريخ ولا آثار ولا أي حاجة. وفجأة الفاس خبط في حاجة ناشفة، مش حجر ولا خشب، وجه إنسان. الناس خافت وافتكروا مقبرة أو لعنة، لكن لما الحكومة وصلت والمفاجأة كان أكبر من الخيال. تحت الأرض كان فيه جيش كامل، آلاف الجنود، خيول وعربات، كلهم كانوا مصنوعين من الطين وكل واحد بوش مختلف عن التاني. ده كان جيش التيراكودا المدفون من أكتر من 2200 سنة، واللي اتعمل عشان يحمي الإمبراطور الصيني تشين شي هوانج في العالم الآخر. الإمبراطور ده كان أول واحد يوحد الصين كلها، وكان مهووس بفكرة الخلود، فأمر بصناعة جيش كامل بالحجم الطبيعي ودفنه تحت الأرض سرا وما قالش لحد. والأغرب مقبرة الإمبراطور نفسه لحد دلوقتي ما اتفتحتش، لأن المصادر القديمة بتقول إنها مليانة زئبق وفخاخ قاتلة وحاجات ممكن تدمر أي حد يدخل المقبرة. يعني بالصدفة فلاح غلبان اكتشف واحدة من أعظم أسرار التاريخ، سر لسه منكتملش لحد النهاردة.